السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وقبل ما نبداو طبعا نبداو الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله توكلنا على الله. كيف ما كتشوفوا غادي نعدل معاكم هاد البطاقات هادوما اللي كيمشيو في جميع المناسبات تبارك الله، اللي دابا رجعوا طوندونس في جميع المناسبات كتلقاهم حاضرين. واللي كيشوفهم كيقول لي عقلوا بلي ان راه صعب باش يتعدلوا، ولا كتبقى عنده ديك التساؤلات كيفاش كيتعدلوا، فين كيتعدلوا، فهمتي واش ساهلين صعابين. كيف ما كتشوفوا معايا المواد اللي غادي نستعمل سهله بزاف البنات وبسيطه، وتقدروا تاخذوها من عند اللي كيبيع اللوازم د الخياطه. عندي هاد الخيش هذا كتقدروا تاخذوا الرولو اولا كتقدروا تاخذوه بالمتر، فهو درهم للمتر. ايضا ديك العقيق الصغير كذلك كيمشي بالعبار، كتقول له عطيني 2 دراهم ولا 3 دراهم ولا 5 دراهم على حسب الاحتياج ديالك. عندنا هاد القراعيد الزاج خديتهم انا ب2 دراهم، وطبعا الصرغينه اللي هي اساسيه، المقص كذلك، وحتى مسدس ديال الشمع او البيستولي. فغادي ناخذوا هاد البطاقات هادوما، ديجا البنات خدماهم معاكم في بزاف ديال الفيديوهات، غادي نخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو، وايضا غادي تلقاوه الفوق في الرابط او في البطاقه البيضاء. غادي نقطعوهم باش تسهلوا عليكم البنات، سيرتو اذا كان عندكم كوموند كبير مثلا فيه 100 حبه ولا 140 حبه، فمن الأحسن تقطعوا جميع الورقات اللي عندكم بهذا الشكل هذا. شحال ما كان عندك غادي تقطع كل شيء، عاد غادي ترجع للمرحلة الثانية، واللي هي غادي تبدا تعدل ديك بالوميتا اولا ديك لاصون اللي كيجي تما، اللي غادي نعدلوه في القراعي دزاج. كيف ما كنقول لكم دائما ما تعكزوش البنات، وحاولوا انكم تستافدوا من الجلس ديالكم عفوا في الدار، وعملوا شي حاجه اللي تفيدكم في نفس الوقت. غادي تدخل واحد الدخل اللي هو بسيط، وانما يعني كتفرحوا به بزاف. والله البنات تيقوني غادي تفرحوا به بزاف. هاد الخيش هذا انا قلت لكم عاوتاني نفس الشيء مع هاد البابيون اولا هاد لاسو اللي غادي نعدلو. غتحسبوا شحال عندكم من حبه وغادي تقطعوا وغادي تكملوهم كاملين. عندك مثلا 100 غادي تعمل 100 ديال بالوميتاس اولا هاد الافيونكا، كل واحد وشنو كيسميها، حتى تكملوا جميع الحبات اللي خصكم باش كتسهلوا عليكم الخدمه. انا ديجا قطعتهم ولصقتهم باش كنسهل عليا الشغل وكنكمل دغيا، وما كياخذش مني الامر واحد الوقت اللي هو بزاف. من بعد غادي نجيب ديك القريعه الدزاج ديالي وغادي نبدا نلصق فيهم. كل شيء واضح في الفيديو البنات، غير انا كنبغي نزيد نشرح ونوضح لكم الفكره. طبعا بالنسبه للتزيين فهو كيبقى لكل وحده او لكل كليانه، مثلا كل عروسه وشنو كتبغي اولا كل زبونه وشنو كتبغي، على حسب واش هو خطوبه اولا زفاف اولا الحنه اولا سبوع اولا ختانه، كيبقى على حساب الزبائن ديالكم وعلى حساب كل وحده والذوق ديالها. وغادي تكملوا عاوتاني جميع الحبات اللي عندكم ابخي عاد باش غادي تبداو تعمروا صرغينه. فانتوما كتعمروا وكتدقوها شويه بشويه، ما كتعمروهاش كامله في دقه واحده. عمروا شويه وضربوها شويه في القاع، عاود عمروا شويه وضربوها باش ما كتبقاش عندكم داك الفراغ في القرعه الدزاج. ونفس الشيء غادي تكملوا جميع الحبات اللي عندكم عاد باش تبداو دوزوا المرحله الاخيره، اللي هي غادي تلصقوا هاد القراعيد الزاج. ويلا هالبنات تحركوا تحركوا، نوضوا عملوا شي حاجه بيدكم، تحركوا ودخلوا شويه الصرف عليكم وما تعجزوش. والله ما تعجزوا البنات، حيت اسهل حاجه هي هذه، ان جالسه في الدار ديالك مقابله وليداتك مقابله راجلك مقابله دارك، وانتينا كتخدم واحد الحاجه اللي هي كتعجبك وفي نفس الوقت كتفرغ فيها الطاقه ديالك وكتلهي راسك بما يفيدك وينفعك. وهنا ملي كملت جميع القراعي ديال الزجاج عمرتهم بديك الصرغينه. وهنا البنات بالنسبه للقراعي ديال الصرغينه فكيمكن انكم تعملوا فيها صرغينه ولا الحنه مطحونه اولا الورد البلدي، كيبقى الاختيار انا قلت لكم على حسابكم نتوما وعلى حساب الزبونه ديالكم. والمرحله الاخيره كيف ما قلت لكم غادي تلصقوها في ليكارت ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي البنات كيف كيجي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك باش نقدم لكم دائما الجديد وافكار جديده واللي غادي تفيدكم في المنازل ديالكم طبعا. وما تبخلوش عليا في التعاليق ديالكم اللي كتحفزني دائما باش كنحاول انني نعمل لكم فيديوهات زوينه، وايضا افكار اللي كتكون ملهمه لكم وانتم كتبدعوا تبارك الله عليكم. المراه المغربيه عطيها غير شي فكره وهي كتبدع فيها تبارك الله. والسلام عليكم وخليت لكم راحه، تهلاو في راسكم، تلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. وما تنساوش الصلاه والسلام على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.